يواجه المنتخب الوطني الجزائري مباراة ودية أمام غواتيمالا يوم الجمعة على الساعة 8:30، وذلك بتشكيلة مكتملة باستثناء غياب لاعب جزائري، لاعب فينورد الهولندي، وهو لاعب حاج موسى بداعي الإصابة، حيث سيلعب المنتخب الوطني الجزائري هذه المباراة منقوص هذا اللاعب. من المرتقب أن تقوم الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش ببعض التغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية من أجل منح دقائق لعب كثيرة للاعبين الجدد وخاصة الاحتياطيين. وإليكم التشكيلة المتوقعة بقوة: زيدان حراسة المرمى، الدفاع دورفال، أيت نوري، عباد وبن سبعيني، زروقي، عوار، ومازا في وسط الميدان، وفي الهجوم كالعادة محرز، عمورة، وقويري. أما فيما يخص الشوط الثاني سوف يقوم ببعض التغييرات نظرا لأنها مباراة ودية أمام غواتيمالا، والمباراة القادمة أمام الأوروغواي سوف تكون أقوى من المباراة الأولى، مع العلم أن المباراة سوف تكون منقولة على الأرضية الجزائرية على الساعة 8:30 يوم الجمعة إن شاء الله. كما لا تنسوا مشاركتنا في التعليقات والإعجاب بالفيديو، اشتراك في القناة. تتمنى التوفيق لأشبال